اهلا بيكم في حلقه جديده بنتعلم مع العسال. انا محمد العسال، وفي الحلقه دي هنتكلم على استراتيجيه السوشيال ميديا، او ازاي ان انا انشئ او اعمل استراتيجيه للسوشيال ميديا بتاعتي بشكل يكون افكتيف ويقدر ان هو يديني نتائج بشكل حلو جدا، ويقدر يكبر الماركه بتاعتي او البيزنس بتاعي بشكل مظبوط، واقدر ان انا اسيب تاثير. اول حاجه ان انا لازم احط الجولز بتاعتي، يعني لازم اشوف انا الاهداف بتاعتي ايه من البيزنس بتاعي او من شغلي، او ايه الاهداف من تواجدي على السوشيال ميديا. انا عايز احقق ايه؟ هل انا عايز احقق انتشار كبير؟ هل انا عايز احقق لويالتي؟ هل ان انا عايز احقق مبيعات كبيره؟ هل عايز ان انا اكون موجود بس مجرد ان انا اسمي تواجد عشان خاطر يبقى ليا بوزيشن او الناس لما تيجي تدور عليا تلاقيني؟ في اهداف كتير قوي، لازم ان انا احدد الاهداف بتاعتي بالظبط اللي انا عايز اكون موجود على اساسها او اكون موجود عشانها على السوشيال ميديا، لان ده هيساعدني ان انا ازاي افكر بشكل صحيح لما اجي اتعامل مع الموارد بتاعتي. تاني حاجه ان انا لازم ابقى عارف مين الاودينس بتاعي، لازم احدد التارجت اودينس بتاعي. ومن اهم الحاجات اللي بتساعدك انك تحدد التارجت اودينس بتاعك انك بتعمل حاجه اسمها باير بيرسونا، او لو يعني تقدر تقول، مش عارف يعني اوصفها لك ازاي بالعربي، بس تقدر تقول ان هي بعمل زي تمبلت او قالب لطبيعه الناس اللي انا بدور عليهم، او اللي انا بتارجتهم، او اللي انا هبيع لهم حاجه او هديهم الخدمه بتاعتي، او اللي هم طبيعه الناس اللي هي بتتعامل مع البيزنس بتاعي. فلازم ان انا اعرف ازاي ان انا اعمل باير بيرسونا. ولو انت عايز تعرف ازاي تعمل باير بيرسونا بشكل دقيق او مفصل، ممكن تروح هتلاقي الفيديو في الكاردز عندك فوق هنا بيشرح ازاي انك تنشئ باير بيرسونا تقدر ان تساعدك ان انت تعمل التارجت اودينس او الجمهور المستهدف بتاعك تقدر تعرفه بشكل كويس. ثالث حاجه او ثالث عنصر في الاستراتيجيه بتاعتك اللي انت هتبنيها، ان انت بتقدر تحدد حاجه اسمها البلاتفورم استراتيجي، يعني استراتيجيتك في التعامل مع البلاتفورمز المتعدده اللي على السوشيال ميديا، او اللي بيشتغلين في النتوركس كلها بتاع السوشيال ميديا. عندك بقى انستجرام، تيك توك، لينكدين، ويوتيوب وكتير، يعني في كل المنصات دي لازم تبقى انت فاهم ازاي هتتعامل مع كل منصه، لان كل منصه منهم ليها طريقه معينه في التعامل وليها اسباب ان انت عايز تتواجد فيها. لينكد ان هتتواجد عليه لاسباب معينه تختلف عن الاسباب اللي هتكون متواجد عليها على تيك توك مثلا، او فيسبوك وانستجرام وتويتر. كل واحد منهم ليه هدف او ليه حاجه معينه انت بتبقى موجود عليها عشان خاطر تحقق هدف معين بناء على طبيعه الناس اللي متواجده على البلاتفورم دوت، وفي نفس الوقت طبيعه المحتوى اللي موجود على البلاتفورم دي، وطبيعه الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها وتتعامل بيها. كل الحاجات دي لازم تاخدها في الحسبان. فلو عايز تعرف اكتر عن حته النتوركس بتاعت السوشيال ميديا او البلاتفورمز المختلفه بتاعت السوشيال ميديا، برضو في فيديو فوق هنا بيشرح لك كل انواع النتوركس اللي على السوشيال ميديا وكل واحده فايدتها ايه وتقدر تستغلها ازاي. رابع حاجه في الاستراتيجيه بتاعتنا هي المسجنج، او طريقه التعامل مع الزبون، او طريقه التعامل مع الجمهور. يعني الطريقه اللي انا بتكلم بيها، انا هنزل بوست مثلا على فيسبوك هتكلم فيه بشكل معين، هيختلف شويه عن الطريقه اللي هتكلم بيها على تيك توك، هيختلف شويه عن الطريقه اللي بتكلم بيها على لينكدين. كل بلاتفورم من دول ليه طريقه الناس بتبقى مستصاغه او طبيعيه ليها. فانا طبعا لازم اخد بالي ما بين انا موجود على بلاتفورم، كل بلاتفورم منهم انا ازاي هتكلم عليه، او ايه اللهجه بتاعتي في طريقه البوست بتاعي. هل انا هبقى لهجه سيريس؟ هل هتبقى اللهجه كاجوال؟ هل هتبقى اللهجه مثلا فيها لعب كده وفاني؟ على حسب طبعا طبيعه الماركه بتاعتك، انت تقدر تحط نفسك فين من اللهجه دي، وفي نفس الوقت على حسب طبيعه البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليه او هتنزل عليه المحتوى بتاعك لازم تقدر تحدد الطريقه اللي هتتكلم بيها. اليوتيوب مثلا غير التيك توك، غير الانستجرام، غير الفيسبوك، غير تويتر، كل واحد ليه طبيعه معينه في الحته دي. خامس حاجه وهي المحتوى، الكونتنت. طبعا الكونتنت استراتيجي بتاعتك او طريقه نزول المحتوى لازم تعمل استراتيجيه للمحتوى بتاعك عشان خاطر تقدر تحدد هتنزل بانهي محتوى فين. لو انا بنزل محتوى على يوتيوب هيبقى ليه طريقه او شكل معين غير المحتوى اللي هنزله على تيك توك مثلا. انا بنزل هنا فيديوهات على يوتيوب وبنزل فيديوهات على تيك توك، هتلاقي في اختلاف في طريقه نزول المحتوى اللي بينزل هنا ليه طريقه ومواعيد وقصص، اللي بينزل في تيك توك ليه طريقه ثانيه، اللي هينزل على فيسبوك او اللي بينزل لفيسبوك ليه طريقه رابعه. لازم يكون طبيعه المحتوى اللي بتنزلهم في كل محتوى في كل نتورك من النتوركس بتاعتك او بلاتفورم من البلاتفورمز اللي انت تشتغل عليها يكون ليها طريقه يونيك ليها شويه، او ليها طريقه تميزها، على اساس ان انا لو دخلت على انستجرام هلاقي حاجه غير لو انا دخلت
دخلت بصيت على فيسبوك، غير لو دخلت بصيت على يوتيوب. كل حته هخش فيها هلاقي جزء من الماركه بتاعتك او البيزنس بتاعك، او جزء منك انت لو انت بيرسونال براند مختلف شويه عن التاني. هيبقى في حاجه يونيك او حاجه بتميزك موجوده في المحتوى ده، فبالتالي بتخليني ان انا هتابعك على انستجرام واروح اتابعك على يوتيوب واروح اتابعك برضو على فيسبوك بناء على اللي انت بتقدمه. في كل حته من دول بيختلف اختلافات بسيطه او اختلافات كبيره على حسب طبعا نوع البيزنس بتاعك وطريقه عرضك للبيزنس او لشغلك او فبالتالي تخليني ان انا اشجع ان انا ادور عليك هنا وهنا 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 واتابعك في اكتر من مكان. سادس حاجه وهي الادفرتايزنج استراتيجي او الطريقه اللي اشتغل بيها في الدعايه او في الاعلانات. دي حاجه مهمه جدا جدا، لان على حسب البيزنس جولز اللي احنا قلناهم في اول خطوه او على حسب اهدافك اللي احنا اتكلمنا عليها في اول خطوه في الاستراتيجيه، بنقدر نطلع منها برضو الحته ان انا استراتيجيتي ايه في الاعلانات. انا البراند بتاعي او الماركه بتاعتي او البيزنس بتاعتي بانهي مرحله؟ هي اللي هي في مرحله انيشيشن، انا لسه بطلع البراند، ولا هل هي في مرحله جروث، البراند دوت بيبقى يعني عدى مرحله الانيشيشن او بقى موجود في السوق وبقى فيه ليه شويه جمهور لا باس به او جمهور معين اقدر ان انا بجرو عن طريقه وبكبر، ولا انا براند في مرحله ماتيوريتي والناس كلها عارفاني وخلاص انا ستيبل في السوق ومسمع بشكل كويس جدا. على حسب كل مرحله من المراحل دي بنقدر نقول ان هيبقى ليها استراتيجي في الاعلانات مختلفه شويه. هل انا هستخدم ريتش كامبينز ان انا عايز اعمل براند اويرنس، ولا هل انا هستخدم طريقه اشتغل على الانجيجمنت على طول او طريقه يعني الاعلانات التفاعليه على طول الانجيجمنت، ولا هشتغل على اعلانات كونفرجن واعمل ويب سايت واخلي الناس تخش على الويب سايت تشتري مني. كل الكلام ده برضو على حسب انا البراند بتاعي فين، فلازم ان انا بناء على اهدافي اللي انا حددتها في الاول احدد طريقه اعلاناتي، وهعمل اعلانات على انهي بلاتفورم، هعمل على تيك توك ولا على يوتيوب ولا على فيسبوك ولا على تويتر. كل الكلام ده طبعا بيحددوا اهدافي وبيحددوا الاماكن اللي انا بنزل فيها بالمحتوى بتاعي. سابع حاجه وهي الكوميونتي مانجمنت او الجفرنس او الطريقه اللي انا بتفاعل فيها مع الكوميونتي بتاعي. انا لازم احدد الطريقه اللي انا هتفاعل بيها مع الكوميونتي او مع الناس. هل انا هكون بتكلم يعني الكوميونتي اللي هو من الاخر الرد على الكومنتس، الرد على المسجز وهكذا، الرد على الناس اللي بتخش على الويب سايت عندي، كل الكلام ده اقدر لازم احدد له طريقه وهيكل معين. يعني على سبيل المثال في براندات انت بتتعامل معاها بتحس ان هم تنكين شويه، في ناس بتتعامل معاهم بتحس ان هم فريندلي، في ناس بتتعامل معاهم بتحس ان هم سيريس او جادين. انت لازم تبقى محدد الطريقه اللي انت هتتعامل فيها مع الناس واللهجه اللي هم هيشوفوك فيها بتتكلم معاهم، عشان خاطر تبقى دي حاجه بتميزك وهم يقدروا يحددوها. يعني حته ان انت براند تنك مثلا دي مش حاجه وحشه، لانها برضو زي ما بقول لك ايه، هي ميزتك، اديتك تميز في حته معينه، الناس بقت عارفه ان انت طريقتك تنكه. بس في فرق بين انك تبقى تنك وان انت تبقى مثلا رخم او قليل ادب او حاجه زي كده، تفرق، الجزئيتين يفرقوا قوي. في طريقه ان انا بحس ان انا يعني براند بتعامل من يعني من منطلق ان انا براند لاجري، وغير ان انا بتعامل منطلق ان انا برخم على الزبون او ما بردش عليه او بس يعني بستهتر بيه او كل الكلام الحاجات اللي هي النيجاتيف او الوحشه دي. ففي فرق ما بين الحتتين دول. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ممكن تبقى انت فاني وممكن تبقى انت فريندلي، ممكن تبقى انت جاد او سيريس، على حسب الطريقه دي اللي خارجه برضو من اهدافك اللي حددناها في الاول. تقدر تقول انت هتتعامل مع الناس ازاي، وازاي انك تسيطر على النيجاتيف كومنتس او تقدر تقول على الكلام السيء او الحاجات السيئه، التعليقات السيئه اللي بتطلع. حد عمل لك ريفيو وحش هتتعامل معاه ازاي، حد كتب لك كومنت وحش هتتعامل معاه ازاي. يعني على سبيل المثال حد بعت لي ريفيو وحش او كتب لي ريفيو وحش على الصفحه، باجي بتعامل بروح باعت له مسج وارد عليه. ما يستحسن ان انا لما حد يبعت لي نيجاتيف كومنت على النيجاتيف كومنت مثلا على بوست معين او على حاجه معينه، ما اخش اتناقش معاه واتخانق معاه على البوست، لا هقول له ان احنا على سبيل المثال ساعتها هقول له على الكومنتس مثلا ان احنا هنتواصل مع حضرتك عشان نشوف مشكلتك ايه وازاي نحلها، وساعتها ابعت له مسج واقعد اتكلم معاه واشوف مشكلته فعلا ايه، هل يا ترى هو قابل مشكله حقيقيه ولا لا. ساعتها لو قابل مشكله حقيقيه لازم احلها له، وبعد ما احلها له واظبط له الدنيا اطلب منه ان هو يخش يقول ان هو فعلا مشكلته اتحلت وان احنا فعلا ساعدناه. نفس الكلام لو حد عمل لي ريفيو برده وحش هروح بردد عليه الرد دوت ان احنا نتواصل معاك عشان نعرف مشكلتك ايه، وبعد كده نتواصل معاه فعلا ونشوف مشكلته ايه ونحلها له. طب لو واحد بيتلكك او بيستهبل او فيستحسن ساعتها ان انا اعمل له بان اصلا او يعني الغيه من الصفحه، اعمل له بلوك من الصفحه خالص، عشان خاطر في ناس كتير ساعات بتبقى بتتلكك وعايزه ان هي تاخد اوفرات، تاخد منك حاجه، تضحك عليك بشيء معين او تضغط عليك عشان خاطر تاخد منك مصلحه. يعني تامن حاجه وهي المتركس. انا لازم يكون عندي متركس او عندي ادوات بقيس بيها
هل الكامبينز بتاعتي او هل تواجدي على السوشيال ميديا دوت تواجد ناجح ولا مش ناجح، هل التواجد دوت انا قادر فيه احقق اهدافي اللي انا قلت عليها في الاول ولا لا. فلازم يكون عندي ماتريكس. يعني على سبيل المثال لازم اكون انا بقيس معدل التفاعل للبوستات بتاعتي، بقيس الانجيجمنت ريت بتاعي. يعني انا مثلا عندي 10000 فولور، نسبه منهم قد ايه بيتفاعل مع البوستات بتاعتي او بيتفاعل معايا. الريتش بتاعي انا البوستاتي بتوصل، معدل الريتش اللي بتوصله للناس قد ايه، او بتعمل وصول قد ايه للناس. كم واحد بيبعت لي مسج في اليوم، بيجي لي كم مسج في اليوم. لما بشغل اعلانات او بعمل كامبين استراتيجي او بعمل كامبينز واشغلها، لازم اخش على فيسبوك ادز مانجر واشوف المتركس بتاعتها. انا برضو عامل فيديو عن الفيسبوك متركس، وهتلاقي برضو الكارد بتاعه فوق بيتكلم على ازاي انك تقرا ارقامك صح وتقرا المتركس صح بتاعت فيسبوك، سواء لفيسبوك او انستجرام، عشان تقدر تحدد هل انت ماشي صح او هل اعلاناتك دي بتنجح ولا ما بتنجحش، تصبر عليها ولا ما تصبرش عليها، تسيبها شغاله ولا تقفلها. كل ده تقدر انك تحدده عن طريق ان انت تقرا المتركس بتاعتك صح وتشوفها سواء على مستوى الاعلانات او حتى على مستوى الصفحه. انت بيجي لك كام فولور بشكل دوري، الناس بتتفاعل مع المحتوى بتاعك ولا لا، مين انواع المحتوى اللي اكتر الناس بتتفاعل معها اكتر. يعني انا بنزل محتوى فاني، بنزل محتوى مثلا انفورماتيف بدي معلومه او بتكلم عن حاجه، وبنزل محتوى ببيع فيه المنتج بتاعي، اشوف ايه طبيعه التفاعل الناس مع المحتوى ده كله، ده وده وده، واقيس المتركس دي واشوف الكلام ده. في ناس بتستخدم ثيرد بارتيز زي مثلا حاجه زي هوت سويت، ناس بتستخدمه حاجه زي بافر، ناس بتستخدمها عشان خاطر تقدر ان هي تقيس الاناليتكس او تقدر تقرا الارقام بتاعه تواجدها على السوشيال ميديا عامل ازاي. البرامج دي برده مش وحشه وبتدي معلومات مهمه جدا وحلوه، تقدر ان انت تبني عليها الخطه بتاعتك سواء في المحتوى سواء في المسجنج سواء في الكامبين سواء في اي حاجه من الحاجات دي، فتقدر تفيدك جدا. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهارده يكون فادك وقدر يحط لك كده زي رؤيه تقدر تبني بيها الاستراتيجيه بتاعتك قبل ما تيجي تشتغل على السوشيال ميديا او تبدا بيها، اللي هتقدر ان هي تزقك لقدام وترسم لك خريطه تقدر تخلي دماغك منظمه في التعامل مع كل حاجه، تكون انت راسمها من قبليها، سواء محتوى مسجنج كامبينز، الاهداف اصلا الرئيسيه بتاعتك ايه، الاودينس بتاعك هيبقى عامل ازاي. انت قدرت تلم الكلام ده كله في استراتيجيه واحده، سواء انت واحد عندك ماركه او انت حتى شغال في شركه، تقدر تعمل الخطه بتاعتك تبنيها بالمنظر دوت، فبالتالي تقدر تشتغل وتحقق التارجت بتاعك او تحقق اهدافك بشكل كويس جدا. واشوفكم ان شاء الله كل يوم 3 فيديو جديد مع التسويق الالكتروني. وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب عشان خاطر ده بيساعدنا جدا.